السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيك بمناسبة عيد الأضحى بلا فرن، كيجي على شكل مزرعة على قد الحال. بالنسبة لهذا الكيك راه كيجي غزال لا في الشكل ولا في المذاق. في البداية كنحتاجو بسكوي كنطحنوه مزيان. بالنسبه للبسكوي انا درت هذه النوعيه، ممكن ديروا اي نوعيه متوفره عندكم ديال البسكوي. كندوبوا 2 معالق كبار ديال الزبده وكنخلطوهم مع البسكوي اللي طحناه حتى تيندمجوا لنا مزيان. حركوا مزيان. من بعد كنجيب واحد الاطار وكنديروا الطبقه الاولى ديال البسكوي، كنضغطوا عليها مزيان. من بعد كنجيبوا الكريمه اللي حضرنا. انا خدمت الكريمه السائله وزدت عليها ياغورت كريمي. بالنسبه ليا الياغورت راه كيعطي مذاق زوين في الكريمه، ممكن نديرو كريم شونتي ونزيدو عليه ياغورت كريمي. كنحركو مزيان الكريمه وكنزيدو هكا طبقه ثانيه فوق طبقه ديال البسكوي. تنبداو نسرحو مزيان الكريمه، نسرحوها مزيان من الجوانب، كنعمرو هذوك الفراغات حتى تنسرحو مزيان الكريمه. بالنسبه لهذا الكيك ما كياخذش لينا وقت كتير، دغيا كنوجدوه وما ما كيكونش فيه مكونات كتار، ما فيش المكونات كتار. صافي حتى تنسرحوا هاد الكريمه اللي عندنا، كميه كامله اللي عندنا كنسرحوها. من بعد كندخلوها للثلاجه حتى تتبرد. من بعد ما بردات كنجيبوا الشوكولات وكنحكوه، كنديروا على شكل، بالنسبه لهاد الشوكولات اللي حكينا على شكل الطوربه ديال المزرعه. وكنجيبوا بسكوي على شكل سيجار كنشكلوا به السياج ديال المزرعه، وكنديروا فيرميسيل خضر على شكل العشب او الربيع. كنجيبوا الخروف حتى هو كنحطوه خيف. بالنسبه لهذا الخروف راه كيتكل حيت من المارشميلو. وكنديروا الربيع نزينوه به بالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو يعجبكم وكنشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتعطيني طاقه ايجابيه باش تستمر القناه. عواشركم مبروكه وفي الله.